ازيكم يا جماعه؟ لو اول مره تشوفني اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اللي جاي. النهارده هنتكلم عن حاجه اكيد كلنا شفناها او عشناها. مين فينا ما مرش بتجربه التنمر وهو صغير؟ من اول ما تخش المدرسه وتلاقي اللي بيتريق على اي حاجه فيك، سواء على الطول او الوزن او يندى عليك باسامي غريبه، ولا اللي بيقف وراك في الطابور وبيشدك من الشنطه. بس ليه التنمر بيبدا معانا من الطفوله؟ والاهم ازاي نقدر نوقفه؟ تعالوا نشوف. التنمر لغويا يعني ان سلوك الشخص بقى عدواني زي النمر، سواء حد استوى عليك بالكلام او الافعال. يعني مثلا لو حد ضربك عشان شايف نفسه اقوى يبقى ده تنمر، ممكن يكون عشان شكلك لبسك او حتى طريقه كلامك. التنمر ده اشبه بواحد عنده مشكله نفسيه بس مش عارف يعبر عنها غير انه يضايق اللي حواليه. يوسفنا اقول لك ان في مصر 70% من طلاب المدارس بيتعرضوا للتنمر. العيال في المدرسه ساعات بيكونوا اشرار. فاكرين زمان لما كان حد يبقى عنده شويه وزن زياده فيقولوا عليه خلاص بقرة عجل دب برميل لوح حلف ضلف بخين تخين دولاب مرتبه حوت دبابه جوتزيلا بلوزه فخده سومو دهنه خزان عجه لانش وفيل خنزير. وده بكار او فحمه شيكا زنج عبد عجوه ضلمه عاج سوداني غندي عثمان قرد حبشي سماره كاكاو جilberto فلافيو طينه حريق احباب رماد وساخه بواب سفراجي. ولو حد طويل شويه يبقى لا ده انت هربان من كيس مكرونه سباكيتي. يعني من الاخر التنمر ده كان بيبدا معاك من وانت لسه بتفك الخط. على حسب دراسه عملتها جامعه ويلفرهامبتون في انجلترا ان حوالي 800 الف شخص سنويا بيموتوا ضحايا للتنمر. يعني مثلا رودينا اسامه واحده من ضحايا التنمر سنه 2023، وسبب الوفاه كان سكته قلبيه عشان اصحابها في المدرسه كانوا بيتنمروا على شكلها. في قانون رقم 14 في ماده معدله سنه 2023 التنمر جريمه يعاقب عليها القانون بالحبس عامين، ومش بس كده ودفع 100,000 غرامه. وبعدين مش بس احنا اللي بنتعرض للتنمر، في ناس دلوقتي بنشوفهم قدوه وكانوا بيتعرضوا للتنمر وهم صغيرين. خد مثلا احمد حلمي كان بيتعرض للتنمر، كانوا بيشبهوه بميكي ماوس نظرا لودانه، دلوقتي بقى من اكبر نجوم الكوميديا في مصر. او حتى توم كروز كان بيتعرض للعنف عشان جسمه كان نحيف وهو صغير. الناس اللي كانوا بيضايقوه بقوا دلوقتي يتمنوا يتصوروا معاه صوره سيلفي. باراك اوباما رئيس امريكا السابق زمايله كانوا بيتنمروا عليه في الهاي سكول عشان بشرته كانت سمر. نصيحه للاطفال اللي بيتعرضوا للتنمر، طنشهم وخليك تقيل. التنمر بيخاف من اللي ما يهتمش. لو حد ضايقك بكلام سخيف طنشهم وكانهم مش موجودين. اتكلم مع حد كبير، دايما اتكلم مع مدرس او حد من اهلك. لو الموضوع زاد عن حده مش عيب انك تطلب مساعده. التمرين على الثقه بالنفس هو الحل. كل ما تكون قوي من جوه التنمر هيبقى زي الهوا مش هيأثر فيك. لو انت بتتفرج عليا دلوقتي وعمرك ما تعرضت للتنمر يبقى اكيد شفت حد اتعرض للتنمر قدامك. لازم نفكر في حاجه مهمه، ان الكلمه الجارحه ممكن تسيب علامه مش بتروح. فلو كنت ضحيه فاعرف انك اقوى من اي حد بيحاول يوقعك. ولو كنت بتتنمر فكر انت بتكسب ايه. في النهايه فاكرين اللي كانوا بيتنمروا في المدرسه؟ ساعات الدنيا بتتقلب ويطلع اللي كانوا بيتنمروا هم اللي في النهايه محتاجين لمساعده. يبقى نبدا نحترم بعض من دلوقتي، وخليك دايما سبب في ضحكه مش الم. قولوا لنا في التعليقات ايه التنمر اللي تعرضت له وانت صغير، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اللي جاي. واشوفكم قريب. سلام.